ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نحضر الفطار مع بعض. فطار كده على السريع، والسرعة هنا بتكون في ترتيب افكارك. يعني انت حتى لو هتعملي عزومة كبيرة، لو رتبتي افكارك هتلاقي ان انت بتخلصي في وقت قصير جدا، وفي نفس الوقت بتطلعي احلى وافضل نتائج. شغلنا النهاردة كده كله على البوتاجاز. انا غليت ميه على النار، وبعد كده اول ما غليت معايا نزلت عليها بفلفل اسود وبصلايه كده متقطعه، واللحمه بتاعتي قطعتها. وانا نزلت لكم طريقه تقطيع اللحمه قبل كده. طريقه تقطيع اللحمه بتفرق جدا في سواها وطعمها. بعد كده هحط لكم فيديو تقطيع اللحمه في اخر كام ثانيه من الفيديو. كده هتلاقي فيديو تقطيع اللحمه ظهر قدامك على الشاشه. اول ما حطيت اللحمه هسيبها لحد ما تغلي، وبعد ما تغلي هوطي عليها النار او انقلها على نار تكون وسط كده شويه، وهدي عليها عشان تستوي براحتها. مش بنحط لحمه خالص دلوقتي، اللحمه بحطها في الاخر بعد ما بتستوي. بدأت باللحمه الاول لان هي دي اكتر حاجه بتاخد معايا وقت، وفي نفس الوقت انا عايزه لما اجي اطبخ تكون عملت الشوربه بتاعتها واخدها اطبخ بيها. وعلى البوتاجاز برضو وانا واقفه كده هحمر الشعريه. حطيت 3 معالق كبار من الزيت ونزلت عليهم بكوبايه شعريه، وهبتدي ان انا احمرها. في الحله التانية حطيت معلقتين سمنه ومعلقه زيت، ونزلت عليهم ببصلايه مبشوره او مفرومه كويس جدا في الكبه، تكون مفرومه ناعم. ابتديت ان انا احمرها كده لحد ما دبلت معايا، لكن ما خدتش لون خالص. اول ما البصلايه دبلت كده ما سيبهاش تاخد لون خالص، هنزل عليها بالبسله. المرحله دي والتركه دي مهمه جدا في عمايل البسله، هتخلي طعمها في حته تانية خالص. جربي الطريقه دي وهتعجبك ان شاء الله. انا نزلت بقى بالبسله كده هشوحها مع البصل لحد ما البصل يبتدي ياخد لون، وتلاقي ان البسله اتغلفت كويس قوي بالسمنه اللي انا بشوحها فيها. هتسخن كويس، وفي نفس الوقت لو البسله بتاعتك مش مسكره انزلي عليها بمعلقه كبيره من السكر، هتبقى مسكره وطعمها حلو جدا. انا بعد ما حمرت الشعريه حطيت كوبايه الشعريه اللي انا حطيتها، حطيت قصادها كوبايه ميه، واستخدمت 3 كوبايات من الرز المغسول ومتصفي كويس جدا. الرز مش منقوع، انا غسلته وحطيته على طول كده على الشعريه، وحطيت قصاده برضو 3 كوبايات ميه. يعني كده الاجمالي بتاع الميه 4 كوبايات، كوبايه شعريه و3 كوبايات من الرز. وده المعيار المظبوط، مش هيطلعوا معاكي معجن ولا في نفس الوقت مفرفط كده من بعض ومش حلو. هحط لكل كوبايه رز معلقه من معالق التوابل اللي هي البلاستيك دي ملح، تكون مليانه كده ملح. حطيت 4 معالق من الملح على ال4 كوبايات الميه على الرز. وملحت اللحمه بتاعتي، هي كده خلاص استوت. وحطيتين كبشتين من الطماطم، بس الطماطم بتاعتي انا كنت مسبكاها وشايلاها في الفريزر، فانا طلعتها خدت منها كبشتين كده طماطم متسبكه. طيب لو انتي مش عندك طماطم متسبكه، يبقى هتضربي الطماطم في الخلاط عادي وهتصفيها، وبعد كده تستخدميها. يعني تحطيها واول ما تغلي توطي عليها وتسيبيها لحد ما تتسبك مع البسله برضو. لكن انا عشان الطماطم بتاعتي كانت متسبكه حطيت كبشتين كده وقلبتها فيها، وبعد كده هاخد الشوربه هبتدي ان انا ازود بيها كده، وبعد كده هوطي على البسله وهغطي عليها واسيبها تستوي مع نفسها. حطيت عليها فلفل اسود وكزبره وكمون. مش هحط ملح لان انا حطيت ملح في الشوربه. ولو نسيتي تحطي معلقه السكر من البدايه وانتي بتشوحي البسله حطيها دلوقتي عادي مفيش مشكله. ولو الطماطم بتاعتك برضو حاساها فاتحة شوية ممكن تحطي معلقة من معجون صلصة الطماطم، لكن لو مش عندك عادي. اول ما الرز اتشرب المية بتاعته نقلته على عين كده صغيرة وطيت عليه خالص يستوي في حوالي 20 دقيقة او 15 دقيقة، من 15 ل20 دقيقة وبيكون استوى معاكي. هسيب الرز بقى يستوي على مهله كده خالص على نار هادية، والبسلة برضو سبتها وطيت عليها النار وغطيتها تستوي براحتها. واللحمه خلصت معايا، لو عايزه تحمريها حمريها، لكن انا بفضل ان انا اكلها مسلوقه بيكون طعمها احلى. والشوربه بتاعتها رايقه وصافيه كده، بصي زي ما انت شايفه وطعمها حلو جدا. العيدان اللي انا كنت حطاها فيها دي عيدان التوم اللي احنا بنجيبه وبنفرمه، بيكون ليه عيدان كده، باخدها اشيلها في الفريزر وبطلعها بحطها في اي شوربه بتديها طعم حلو قوي. وعملت الحلو النهارده بسبوسه. انا نزلت الطريقة معاكم قبل كده، هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، اضغطوا عليها. وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير.